ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده مهم فرقه تالتة حقوق عربي طنطا. اول سؤال تكلم عن، طبعا حقوق عربي وحقوق انجليزي. تكلم عن خصائص دعوى الالغاء، مهم جدا. تكلم عن ماهيه القرار الاداري محل الطعن بالالغاء. تكلم عن خصائص القرار الاداري محل الطعن بالالغاء، مهم جدا. تكلم عن شرط المصلحه لرفع دعوى الالغاء. تكلم عن احوال وقف وانقطاع ميعاد الطعن بالالغاء. تكلم عن آثار انتهاء ميعاد الطعن بالإلغاء، مهم جدا. تكلم عن عيب عدم الاختصاص للطعن بالإلغاء، مهم جدا برضو. تكلم عن الأشكال التي تؤثر في مشروعية القرار الإداري. تكلم عن الأشكال التي لا تؤثر في مشروعية القرار الإداري. اكتب في أثر رفع دعوى الإلغاء على القرار المطعون فيه اللي هو وقف التنفيذ، مهم قوي. تكلم عن مدى مسؤولية الدولة عن القوانين، مهم جدا. تكلم عن مبررات عدم المسؤولية عن أعمال السيادة، مهم جدا برضو. تكلم عن معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي، ده مهم جدا وبيجي قضايا. طيب بالنسبة لباقي المنهج، دي أهم الأسئلة اللي انتوا تبدأوا بيها وتنتهوا بيها. طيب الباقي هعمل فيه ايه؟ طبعا يفضل ان انتوا تكونوا ذاكرتوه. طيب انا ما ذاكرتوش، على الاقل اقراه مرتين. تمام. نظام الامتحان هيبقى جزء الام سي كيو وجزء المقالي بيبقى 3 واختار منهم واحد. طبعا المقالي بيجي يعني الاسئله الكبيره مش بتيجي جزئيات صغيره. اكتب عناصرك الاول بالقلم الاسود وبعد كده ابدا اشرح. طبعا قسموا الموضوع فقرات، سيبوا مسافه. كمان هنقدر نقول ان انتوا ما تحاولوش تعيدوا في الكلام بدون وجه، يعني بدون داعي. لو انت عندك معلومه اكتبها تمام، ما ترقمش الصفحات لانها بتعتبر علامه. يعني المعلومات الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها كل مره. بس نقرا المنهج، ما تسيبش سؤال مش مقري برضو للامانه يعني. لكن دول اهم الاسئله اللي بتيجي والدكتور بيأكد عليها في المحاضرات، فتبداوا بيها زي ما قلت وتنتهوا بيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في باقي الامتحانات. سلام.